حكاية إني ما عنديش الشجاعة الكافية إن أنا أتكلم مع حد غريب وأقول له كل حاجة عني، دي مشكلة common. يعني ما تتخيليش إنه في حد لوحده هو اللي عنده المشكلة دي وبقية الناس اللي بتروح للدكتور النفسي ما عندهمش المشكلة دي. كل اللي جالي، كل اللي راح للدكتور النفسي في الأول بيبقى عنده المشكلة دي، وبعدين تلاقيهم يقولوا لي إيه، هو أنا مش عارف أبتدي منين. وأنا ما بيبقاش عندي شك خالص إنه في مشكلة كبيرة، بس إن أنا open up ده بياخد وقت. فانا دايما اطمن الشخص، اقول له خلينا نتكلم جنرال، خلينا نرسم بورتري، خلينا نمشيها ميديكال الاول، عندي شكوى ما وبتاع، ونسال عن الحاجات بقى بتاعه النوم والتركيز وهكذا. وشويه بشويه في حاجه بتتبني بينا اللي هي اسمها العلاقه العلاجيه. من خلال العلاقه العلاجيه اللي بتتبني بتكنيكات معينه وخبره المعالج، البني ادم اللي قصادي ده بيبتدي يبقى مرتاح مطمن، بيتست ذا ووتر. وبعد شويه بتلاقيك انطلقتي وقلتي كل اللي عندك كله، لما تحسي ان المكان اللي انت فيه ده ده سيف سبيس. الخوف ده ما يصحش يكون بيمنعك او بيمنع اي حد ان هو يطلب المساعده، لانه انا دايما اقول كده، اذا في حاجه انت مش مرتاحه تقوليها دلوقتي بليز ما تقوليهاش، اجليها. واذا في سؤال انا سالته وانت شايفه ان هو ما هوش سؤال مناسب دلوقتي، just tell me انا مش مرتاحه ان انا اجاوب على السؤال ده دلوقتي، فهتلاقينا نأجل السؤال ده خالص أو نلغيه. المهم إنه الفترة الأولانية هي فترة بناء جسر الثقة، اللي بعديها ومن خلاله بتلاقي نفسك انطلقتي وقلتي كل اللي عندك.